السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة النهرين الإخبارية. نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج سالفة ورباط، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. سالفتنا اليوم تقول أكو واحد يقول العصر طلعت أنا وجماعتي لأحد المقاهي اللي موجودة في المدينة، وكان أكو حجي كبير بالعمر عليه علامات الوقار. هذا الحجي قاعد بالقهوة ودائما يردد من بعد ما يدخل للقهوة ويسلم على الموجودين ويقعد وحده يردد عبارة الدنيا غبرة. فهذه العبارة يرددها دائما. يوم من الأيام أكو شاب دائما يعني يتردد على هذه المقهى، فيسمع كلام هذا الحجي لما يقول أنه الدنيا غبرة الدنيا غبرة، فقرر أنه يروح يقعد يمه ويفهم شنو معنى كلمة الدنيا غبرة وليش هذا الحجي دائما يقول. فاجا وقعد يمه وسلم عليه، قال له حجي أريد أفهم منك أنت ليش دائما تردد أنه الدنيا غبرة والدنيا غبرة، مع العلم أنه الدنيا بعدها بخير، ومثل ما يقولون أنه لو خليت خلبت. قال له وليدي ما دامك سألتني فأنا راح أجاوبك بكل أمانة. قال له يا وليدي الدنيا غبرة من قامت الناس ما تحكم بالحظ والبخت. الدنيا غبرة من تتعب على صديق وتضحي له وبعدين يغدر بيك ويدور بس مصلحته. الدنيا غبرة من صار الغير محترم تحترم الناس، والشريف يكون محارب وكلها ضده. الدنيا غبرة يا وليدي من صارت الناس تصور شلون ياكل الخطار وعلى أساس هو معذب زين ويصور صواني خطارة وينشرها. الدنيا غبرة من قامت تفتق الكبار وتخيط الصغار، أي بما معنى أنه الكبير هو اللي يخطأ والصغير هو اللي يصحح، الكبير بالعمر والصغير بالعمر، هذا المقصد. الدنيا غبرة من صار الجار ما يحترم جاره والأخو يبيع أخوه. الدنيا غبرة من صار كل شيء مباح وماكو حرمة لبيوت الله ولا خصوصية. الدنيا غبرة من قامت أهل الشهادات تشتغل عمالة، وبعض العربنشية اللي ما عندهم شهادة يكون مسؤول بالدولة. الدنيا غبرة من صارت الدنيا كل شيء فلوس، لا مبادئ تحكمها ولا قيم. الدنيا غبرة من صار المسؤول الحرامي تتلقاه بعض الشيوخ على مود المالات. الدنيا غبرة من صار الجبان يهدد الشجاع، انقلبت الموازين. هسه اتهمت يا وليدي ليش اقول الدنيا غبرة؟ وهن هواية يا ابويا، ولو اقعد للصبح اسولف لك ما يخلصن. بس اوصيك يا ابويا باثنين. هنا الشاب قال له شنو حجي الاثنين؟ قال له المستحى هذا اولا، ومخافة الله ثانيا، لان الما يستحي كل شي يسوي وما ينعرف كذبة من صدقه، والما يخاف الله لا تأمنه، لأن من الله ما يخاف منك راح يخاف؟ مستحيل. رباط السالفة يمكم والعاقل يفهم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج سالفة رباط. كان معكم محدثكم رياض العبودي من قناة النهرين الإخبارية. نودعكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم بألف ألف خير. تحياتي لكم جميعا.